دكتور انا بشرتي بتلمع على طول ومش عارفه احط مرطب. معاكم دكتور نسرين عز. يسعدني ويشرفني ان يكون معايا دكتور دعاء ابو جبل، استشاري امراض الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر. السيدات اصحاب البشره الدهنيه اللي دايما عندهم شكوى مميزه قوي، دكتور انا بشرتي بتلمع على طول ومش عارفه احط مرطب. الحقيقه ان اصحاب البشره الدهنيه محتاجين وبشده مرطب، لان في ماتيريالز بتعالج كمان او بتنظم الافرازات الدهنيه تمام بتاعتهم. جدا. انا ازاي اختار مرطب مناسب لبشرتي الدهنيه؟ الحقيقه بما ان البودكاست ده برعايه دوكسجين، هم منزلين منتج هايل جدا مرطب للبشره الدهنيه اللي هو دوتس اويل فري كريم. فقولي لي كدكتور مش كأم، عالجتي بناتك ازاي الامراض اللي احنا عارفينها؟ عملتي ايه معاهم؟ اول حاجه انا لازم اعرف اسباب الحبوب دي ايه. هل الحبوب دي مثلا فور اكني ولا اكني ايرابشن؟ حطيت برودكتس غلط عمل لي مثلا تهيج في البشره فطلع لي حبوب. لازم اعرف سبب الحبوب دي. انا اعمل ايه للبشره الدهنيه من اول ما اصحى من النوم لحد ما انام؟ باختصار، اول حاجه غسول مناسب للبشره الدهنيه، يكون مثلا فيه ساليسيليك اسيد او اي كيراتوليتيك مقشر لطيف. تاني حاجه بعد الغسول عشان ما ينشفليش بشرتي لازم احط مرطب مناسب للبشره الدهنيه. ثالث حاجه تريتمنت، سواء بقى على حسب الحاله اللي عندي، سواء بدي انتي بايوتكس لو في انفكشن، سواء بدي حاجات كيراتوليتيك زي الساليسيليك اسيد والحاجات دي ثالث حاجه. جدا دودو، انا مبسوطه قوي. شكرا يا نسرين ان انا معاكي النهارده، واستنوا روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.